يوم رياضي ممتع يا جماعة والله. مبدئيا كده هدفين لصلاح، بصرف النظر طبعا عن تعادل ليفربول مع برايتون. برايتون من الفرق القوية في الدوري الإنجليزي، ومعظم الفرق مش هتعديها بسهولة، لا السيتي ولا الأرسنال ولا توتنهام. مفيش حد هيعدي برايتون بسهولة، فتعادل النهاردة يعني ما نقدرش نقول عليه بطعم الخسارة لليفربول. بصراحة هدفين لصلاح حاجة يعني كانت مبهجة جدا، مباراة كانت جميلة للمشاهدة. بعد كده طبعا الفرحة الكبيرة، ارتيتا اخيرا تفوق على استاذه جوارديولا، والارسنال تفوق على مانشستر سيتي. طبعا دي بالنسبة لنا الفرحة الكبيرة، لان ما بيعجبنيش غرور جوارديولا في معظم مبارياته. طبعا الفرحة الاكبر واكبر، الاهلي خد الاسماعيلي وهاب جلال ورا مصنع الكراسي، وده العادي طبعا بتاع الاهلي. ماتشات الاهلي والاسماعيلي انا بالنسبه لي بتبقى مباريات سهله، والله مش بقول كده عشان احنا كسبنا بس، لا يعني راجع كده معظم المباريات بتاعت الاهلي والاسماعيلي بتكون مباريات سهله. الاهلي بيقدر يخلصها ويحسمها بدري بدري، على الرغم النهارده من اني شفت كولر كان عنده اخطاء كتير جدا في المباراه، والمباراه كانت تخلص بشكل اكبر من كده. الحمد لله مبدئيا الاصابه بتاعت امام بشكل كبير هي كدمه، ما فيهاش حاجه صعبه، وان شاء الله يكون متواجد مع المنتخب. وحتى لو ما تواجدش مع المنتخب ان شاء الله قبل مباريات سيمبا يكون موجود. طبعا هي كدمه، والحمد لله الاشاعه المبدئيه اللي عملها رجع بعدها تاني ملعب المباراه، وكمل الفرحه مع زمايله بعد الفوز. طبعا ايهاب جلال المغرور النهارده كان كولر ممكن يتفوق عليه بشكل اكبر وبشكل اسهل، بس طبعا يلا قدر الله ما شاء فعل. طبعا برشلونة متأخر حاليا في الثانية الأولى من المباراة، 1-0 قدام غرناطة. خطأ كبير جدا جدا في نص الملعب في أول ثانية، الكرة اتخطفت. بصراحة تم تسجيل هدف مبكر جدا جدا، يمكن من أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الأسباني هيكون. طبعا هي فرحة مؤقتة، المباراة لسه طويلة وبرشلونة ممكن يعدل ويقدر يرجع في النتيجة ويفوز بالمباراة، وعنده الإمكانية دي. بس طبعا هي فرحة مؤقتة ويوم رياضي ماشي بشكل جميل جدا لحد الآن. تزعلوش مني جمهور برشلونة العظيم، يعني أنا بحبكم، بس طبعا أنا بالنسبة لي كمدريدي كل ما تخسروا كده مباراة بنبعد بالدوري من بدري بدري كده، فالعملية بتكون يعني إيه أسهل لينا إن إحنا نركز في الشامبيونز ليج. ان شاء الله يعني النهارده تكون الخساره الاولى وما تكونش الاخيره. معلش بقى مشجعين برشلونه، انا راجل مدريدي، وهلا مدريد، وهلا باعظم نادي في الكون النادي الاهلي اللي خد النهارده الاسماعيلي وهاب جلال ورا مصنع الكراسي. تألق بيرسي تاو طبعا النهارده كان ملفت للنظر. طبعا اسوأ ما في اليوم كان اصابه امام عاشور، بس الحمد لله زي ما قلت لكم الاصابه الاشعه المبدئيه بتقول ان هي كدمه مش حاجه كبيره، واطمنوا على امام. ويا ريت اخواننا البعدة معلش سهرناكم معانا لحد ما طلعت الاصابه لحد ما طلع التقرير المبدئي للاشاعه بتاعت امام ان هي كدمه. معلش سهرناكم معانا، ونشوفكم في ان شاء الله في حاجه تانية تشمتوا فيها يعني. بس الاصابه طبعا ما فيهاش شماته. امام من اللعيبه المهمه جدا لمنتخب مصر، وانا اتمنى ان هو يكون سليم على طول. وقت ما كان في الزمالك كنت بقول عليه احسن خط وسط في افريقيا، وكنت بقول ان هو مكسب كبير جدا لمنتخب مصر، وما زلت بقول عليه كده، هو احسن خط وسط في افريقيا ومكسب كبير جدا لمنتخب مصر. بس انا عشان ساوي، يعني انا اهلاوي ساوي، انا بحب الاهلي بس ما بكرهش الزمالك ولا بكره لعيبته. يا رب اليوم يكمل على خير وبرشلونة يفضل خسران.